فجأة سمعت صوت طارق ابن عمي نيلي بيضحك وبيقول لي: متلازمة السمك؟ هو انت مفكرنا عبط؟ احنا جبنا قرارك وعرفنا انك ساحر وجدك ساحر، وعرفنا كمان انك علشان تقتل ساحر لازم تقطع رقبته. وشاور على اللي معاه، فمسكوني وثبتوني في الأرض، ولقيت طارق ماسك سيف وبيقرب عليا ونزل على رقبتي وقطع راسي. فتحت عيني وانا مفزوع ومسكت رقبتي. فضلت فترة أدرك اللي بيحصل. بصيت حواليا لقيتني لسه قدام الفيلا بتاعت نيلي وما اتحركتش بالعربية. سمعت صوت نصير وهو بيقول: لو ما شغلتناش هنشتغل عليك. بصيت في مراية العربية لقيته قاعد في الكرسي اللي ورايا ومسخسخ على نفسه من الضحك. بصيت له وانا مصدوم وكنت لسه بدرك اللي بيحصل. قلت له: هو ايه ده؟ انا مش فاهم حاجه. يعني نيلي ما كلمتنيش؟ سخسخ على نفسه من الضحك اكتر، وسمعت اصوات تانية بتضحك معاه. قال لي وهو بياخد نفسه من الضحك: بص هو نيلي اخلص يا نصير، فهمني ايه اللي بيحصل. قال لي وهو بيحاول يتمالك نفسه: انت ما دورتش العربيه اصلا، احنا اشتغلناك اول ما ركبت العربيه. نفس الحوار ده عملناه مع جدك، كان مروح رايق في يوم وقطعنا له دراعه كده وكده يعني. قلت له وانا بدور العربيه وراجع بيها الفيلا: ماشي يا نصير، انا هكهربكم لمده اسبوع متواصل على الحركه دي. سمعت اللي معاه بطلوا ضحك وهو كمان وقف ضحك ونسي بقه مفتوح من الصدمه شويه وقال لي: نينو احنا بنهزر معاك مش خشوميه يا صاحبي، انا ما زيتكش والعربيه سليمه اهي بكسه، احنا بنشتغلك بس عشان ما فيش شغل، وقلت لك ما ينفعش نقعد عواطليه. وانا اجيب لكم شغل منين يعني؟ مش بتاعتي دي، انت لازم على الاقل تجيب لنا شغلانتين في الاسبوع وكده ابقى انا عامل معاك واجب. جدك كان بيعمل معانا يجي 20 اوردر في الاسبوع. اوردر يا نص يا حبيبي، جدي كان ليه صيت والناس كلها كانت عارفاه، انما انا ما حدش هنا يعرفني. ولا عايز نمشي في الشارع واقول ساحر نضيف يا اللي عنده حد ملبوس، ولا اروح اعمل اعلان بقى في التلفزيون واقول سكت لما جات لي فكره ممكن اجيب بيها ملبوسين، وقلت لنفسي مش هتيجي على مشوارين في الاسبوع، مش هيأثروا على الدراسه، وكمان عشان ارضي جدي اللي زعلان مني. ركنت العربيه على الطريق وطلعت الموبايل ودخلت على الفيسبوك وعملت اكونت جديد باسم الشيخ نور ناير، واشتركت في كام جروب من اللي مفتوحين، وكتبت الشيخ نور لفك المسحور وعلاج الملبوس من غير فلوس، التواصل على الخاص، وشيرت البوست على الجروبات. قلت لنصير: اهو يا عم نصه، انا عملت اللي عليا اهو، اصبر بقى عليا يومين على ما تفرج بزبون بس، ورحمه جدي لو اشتغلتني تاني لا ابعت اجيب مولد كهرباء من اللي بيشغلوا بيه المصانع الكبيره، وده بقى ما بيفصلش وما بيتحرقش والعزم بتاعه شديد، واخد بالك يا نصه؟ يا عم انا مش عايز مشاكل، انا عايز نفضل حبايب يا نينو، هات لنا شغل واحنا ما بنشتغلكش، وبالتالي انت مش هتكهربنا ويبقى كله تراضى يا عم نينو. خلاص يا نص، يومين زي ما قلت لك، روح انت دلوقتي وهستدعيك لما حد يرد على البوست. يومين يا نينو، ما تتأخرش علشان بنزهق بسرعة. ما استناش ردي واختفى. دورت العربية تاني وطلعت على الفيلا بتاعتي. فتحت الفيلا، دخلت فلقيت سندس سايبة التلفزيون مفتوح ونايمة على نفسها. قفلت التلفزيون وطلعت اوضتي. لسه هريح لقيت نيلي بتكلمني في التليفون. قالت لي ان العلاج جاب نتيجه وان ريحتها رجعت طبيعيه تاني، واصرت انزل اقابلها في نص الليل علشان تشكرني وتعتذر لي. خدت عربيتي ورجعت لها تاني. حالتها النفسيه اختلفت تماما وكانت طايره من الفرح، وما سابتنيش الا لما قلت لها اني سامحتها من قلبي واني مستعد اننا نرجع لبعض تاني. كنت ناوي اتقل شويه بس الصراحه ضعفت قدامها. قعدنا نتكلم طول الليل، اتكلمنا عن فتره الاجازه وورثي. طبعا ما قلتلهاش ان جدي ساحر، قلت لها بس انه كان ليا ورث اراضي وبعتها. طبعا سالتني على حنوش، فقلت لها انها بنت عمي وكانت عايشه في فرنسا وانها مش خطيبتي ولا حاجه، وجت معايا الكليه زياره قبل ما ترجع باريس تاني. قضينا سهرتنا ورجعنا لبعض. كنت سعيد جدا واعتبرت اليوم ده اسعد يوم في حياتي. عدت فتره الحياه كانت مستقره فيها، نيلي رجعت لحياتها الطبيعيه تاني، وكنا بنتقابل كل يوم في الكليه ونحضر المحاضرات مع بعض. نقضي اليوم كله في الجامعه، وبالليل اما بنخرج او بنتكلم في التليفون لحد ما ننام. اما بالنسبه لنصير فالبوست اللي انا نزلته بتاع علاج الملبوسين عدى 3000 لايك، ده غير كمية الكومنتات والرسائل الكتيرة وطلبات الصداقة اللي جات لي. يا لهوي، مصر كلها ملبوسة. كل أسبوع كنت بختار 2 من الرسائل اللي كانت بتجيلي وأتواصل معاهم، وشفت العجب من الناس. شفت اللي بتستعبط وعاملة نفسها ملبوسة علشان أهلها ما يتجوزوهاش بالعافية، واللي بتستهبل عشان جوزها ما يتجوزش عليها فعملت نفسها ملبوسة وهددته لو اتجوز هتربطه أو تسخطه قرد، واللي عامل نفسه ملبوس علشان مراته مش بتبطل طلبات منه وعينيها فارغة. فين وفين لما كنت بلاقي حالة ملبوسة بجد. ساعتها كان نص والرجالة بيخلصوا على طول. المشكلة كلها كانت في سندس واللي فضلت لازقة فيا، والموضوع تطور أكتر لدرجة إنها بقت تيجي معايا الجامعة في العربية.
لحد ما في يوم الكلية كانت مقلوبة علشان في بنت في دفعتنا اسمها رشا اختفت من يومين ومش عارفين مكانها. البنت وحيدة ابوها وامها، والاتنين جم الكلية وكانوا بيسألوا اصحابها عليها. كانوا منهارين جدا وامها كانت بتعيط بحرقة. صعبوا عليا، استدعيت نصير فجه وقال لي وهو بيهزر شبيك لبيك يا نينو. قلت له في واحدة زميلتنا مختفية بقالها يومين ومش لاقيينها خالص، عايزك تعرف لي مكانها. لا يا نينو، دي معرفش اعملها لوحدي، انا ساعدك وانت بتفتح المندل. المندل؟ انا ما بعرفش افتح المندل. يبقى ماليش فيه يا نينو، اتعلم تفتح المندل وانا مش هتأخر عليك. وده اتعلمه فين بقى ان شاء الله؟ في المركز الثقافي الروسي ولا في معهد دراسة الجن قسم منادل؟ اخلص يا نصة، اجيب لك حاجة من قطرها، شراب بتاعها مثلا، وانت تشمشم وتعرفنا مكانها. اشمشم؟ هو انا يا ابني كلب بوليسي؟ انت فاهم غلط خالص. ابو دراما والتلفزيون اللي لحست دماغكم. ما ينفعش يا نينو، لازم تكون بتعرف تفتح المندل علشان اعرف اساعدك. ماشي يا نصير، روح طيب دلوقتي على ما اشوف حوار المندل ده. قال لي قبل ما يختفي انا رايح شويه، ما تصحنيش الا للضروره القصوى وخليك جدع. فضلت ادور على نيلي اللي ما كانتش ظاهره في الجامعه خالص. سالت عليها واحده صاحبتها قالت لي ان النهارده عيد ميلادها وبتجهز الحفله في الفيلا، وانها كمان كانت عامله دعوه على الفيس لكل الدفعه علشان يحضروا الحفله. ازاي نسيت عيد ميلاد نيلي؟ تلاقيها زعلانه عشان ما قلتلهاش امبارح كل سنه وانت طيبه. وطبعا ما شفتش البوست علشان ما بقيتش افتح اكونت الفيس الاصلي بتاعي، وبقيت على طول فاتح اكونت الشيخ نور ناير بتاع الملبوسين. قلت لنفسي اعمل ايه؟ اكلمها؟ هيبان اني لسه عارف واني كنت ناسي. ايوه صح، انا مش هكلمها وهعمل لها مفاجاه في الفيلا. بس مفاجاه ايه؟ جريت على عربيتي وفتحت الباب، لقيت سندس نايمه في الكنبه اللي ورا كالعاده، شابطه فيا وما بتسيبنيش خالص. خدت العربيه وطلعت على محل مجوهرات واشتريت لنيلي هديه عيد ميلادها، خاتم الماس شيك بمبلغ كبير جدا عشان عارف انه اكيد هيجي لها هدايا غاليه. حبيت اكون اغلى حاجه ورجعت على الفيلا، لبست قميص نصير ولفيت لفه كامله وانا بفكر في نفسي وانا لابس بدله شيك. ده اوبشن تاني كان قال لي عليه نصير في قعده روقان، ان القميص ممكن يغير شكله تماما، ممكن اخليه فستان وممكن اخليه بدله وممكن اخليه بيجامه. طبعا الاوبشن ده واوبشن تعزيمه الغيلان مش بقفل فيهم القميص لحد اخره والا هختفي. سرحت شعري وحطيت برفان وجيت اخرج لقيت سندس هي كمان لابسه ومتشيكه. قلت لها مش هينفع يا سندس اخدك معايا المره دي، انا رايح حفله اتفرج على التلفزيون على ما اجي. قالت لي رجلي على رجلك يا سيدي، مش هسيب. مش هينفع يا سندس. برضه فضلت ماسكه فيا وخفت اتاخر فاضطريت اخدها معايا. ركبنا العربيه ووصلت الفيلا، فوجئت بتليفوني بيرن واسم نيلي على الشاشه، فرديت عليها وقبل ما اقول الو لقيتها بتقول لي في التليفون مين البنت اللي معاك في العربيه دي؟ استغربت وبصيت يمين وشمال فشفت نيلي واقفه في البلكونه وحاطه الموبايل على ودنها وبتبص علينا واحنا راكنين العربيه. شاورت لها وانا في العربيه وقلت لها في التليفون دي واحده قريبتي من البلد، ما تقلقيش مش هتدخل الحفله، هتستناني في العربيه. باين عليها اتضايقت. قالت لي في التليفون لا طبعا لازم تدخل معاك الحفله، عيب تسيبها في العربيه. ايه هو احنا ما عندناش ذوق ولا ايه يا نور؟ شكرا كده. الدنيا باظت من قبل الحفله ما تبدا. خدت سندس ونزلت معاها من العربيه وحذرتها من انها تفتح بقها. قلت لها اياك يا سندس تفتحي بقك، انت خرصه، فاهمه؟ فاهمه يا سيدي، بس انا عطشانه قوي وعايزه اشرب. قلت لها وانا بجز على اسناني حاضر يا سندس هشربك، بس اياك تتكلمي او تفتحي بقك، فاهمه؟ حطت ايديها على بقها وهزت راسها. اول ما دخلت الفيلا فوجئت بنيلي في وشي، ابتسمت ابتسامه متصنعه وقالت لسندس مش هتعرفنا يا نور؟ قلت لها سندس قريبتي من البلد، كنت ناوي ارجعها البلد بعد ما اخلص الحفله، اصلها كانت في القاهره علشان بتشتري. نيلي قطعت كلامي وقالت غريبه قوي يا نور، قرايبك كلهم حلوين، انت بتدرسي ايه بقى يا سندس؟ سندس ما ردتش عليها وبصت لي وحطت ايديها على بقها. نيلي استغربت فقلت لها اصلها ما بتتكلمش كتير، تعبانه نفسيا، عندها مرض اسمه مش فاكر اسمه، بس هو مرض يعني، ادعي لها ربنا يشفيها. نيلي هزت راسها في تفاهم فتوهت على الموضوع وقلت لها بس ايه الحلاوه دي يا قلبي؟ قالت لي بكبرياء انا طول عمري حلوه، ايه الجديد يعني؟ وبعدين انا زعلانه منك وانت عارف ليه؟ علشان يعني ما قلتلكيش زي كل الناس كل سنه وانت طيبه وكده؟ ما قلتلك يا نيلي انا غير كل الناس، وهتعرفي اخر السهره بعد الناس كلها ما تمشي ان رجل افعال مش اقوال. قالت لي في فضول ايه اعمل لي مفاجاه؟ خد بالك انا مش بنبهر بسهوله. ابتسمت ومعرفتش اقول لها ايه، فقلت لها اوعدك هبهرك. لبست نفسي اكتر وبقيت مطالب اعمل مفاجاه تبهر نيلي. الخاتم لوحده مش هيبهرها، خاصه ان هيجي لها هدايا غاليه زي الخاتم، لازم على الاقل اقدمه بطريقه مبهره تتفاجئ بيه. دخل شله صحاب مع بعض وفضلوا يحضنوا في نيلي وانشغلت معاهم ومع غيرهم. خدت سندس ورحنا على البسين بتاع الفيلا على ما نيلي تخلص بوس واحضان في صاحبتها. الحفله كانت صاخبه جدا ومليانه شباب وبنات، في منهم اللي كان بيرقص واللي بيشرب واللي نزل البسين. سندس كانت بتشدني من هدومي بس انا ما كنتش مركز معاها، كنت سرحان هفاجئ نيلي ازاي. سندس فضلت تشد فيا فقلت لها بنفاذ صبر يوه في يا سندس عايزه ايه؟ قالت لي عطشانه يا سيدي، ريقي ناشف.
خليكي هنا ما تتحركيش، هروح اجيب لك ميه من البار واجي، اوعى تتحركي، فاهمه؟ او تكلمي حد. حطت ايديها على بقها وهي بتهز راسها. رحت علشان اجيب الميه من البار، وانا على البار جات لي فكره اني الجا لنصها. رحت في حته مستخبيه في جنينه الفيلا واستدعيت نصير، فجالي وهو بيتاوب وقال لي نعم يا سيدي، عايز ايه؟ انا مش قلت لك هريح واطلبني في الضروره القصوى؟ نيلي عيد ميلادها النهارده وعايز اعمل لها مفاجاه. قال لي بنفاذ صبر. يعني ايه المطلوب من امي؟ معرفش، اتصرف. مش فاهم يا نينو الاوردر. اروح اجيب دباديب وارانيب واعلقها في اوضتها مثلا؟ انت بتهزر يا نينو. يسلم فمك يا نصة، حلوه الفكره دي. انت تاخد الرجاله وتقلبوا اوضتها محل هدايا. عايز بقى تحطوا لي بلالين في كل حته، وفي بتاع كده عامل زي الترتر ده. بقى قطع كلامي وقال لي حيلك يا عم، انت رايح فين؟ مفيش الكلام ده. هو انت هتشتغلون انت واجدادك؟ على الاقل جدك ناير لما شغلنا في حاجه مش مجالنا، شغلنا شغلانه محترمه خلانا نبني معاه بيته. انما انت عايزني اقول للجن اللي معايا ينفخوا بلالين ويلزقوها؟ انت مجنون يا نينو. ما تروح انت يا عم بقميص الاخفاء وعلق براحتك بلالين ونفافيخ. يا نص انا مش هينفع اعمل الكلام ده لوحدي، هاخد وقت كتير واحتمال اتمسك، انما انتوا هتنجزوا بسرعه. انا بس هاجي بالقميص احط التاتش الاخير قبل ما افاجئ نيلي. قال لي بحزم استحاله على جثتي اعمل الحركه العيالي دي، ولو فيها كهربتي لحد ما اموت، فاهم يا نينو؟ رجعت تاني البار بعد ما بعت نصير والرجاله يظبطوا اوضه نيلي غصب عنهم. فوجئت بالراجل اللي واقف عند البار بيقول لي بقول لك ايه يا مان، الانسه اللي كانت واقفه معاك سندس مالها؟ جت سألت على ميه من شويه، رحت اجيب لها من التلاجة لقيتها شربت ازازه تكيله كانت على البار على بق واحد، فخد بالك علشان دي هتقفر منك النهارده. اتصدمت وفضلت ادور عليها بعيني وسط الناس، ما لقيتهاش. قلت اللي واقف على البار هي فين؟ اهي يا مان واقفه هناك اهي. وشاور على سندس اللي واقفه على المسرح وبتتخانق مع الدي جي وعايزه تاخد منه الميكروفون، وللاسف نجحت تاخد منه الميكروفون وقالت الساحر سيدي ناير وسطكوا يا غاجر، قولوا ورايا بدل ما يلعنكم ويسلط عليكم الجن بتوعه. مدد يا سيدي ناير مدد. في ناس كانت مندهشه من اللي بتقوله سندس، وناس ما كانتش مهتمه وفكروها سكرانه، وناس كانت بتضحك وبتردد وراها مدد يا سيدي ناير مدد. جريت على المسرح وحاولت اخد من ايديها المايك بالعافيه، بس كانت مثبته فيه بايديها وقالت وهي سكرانه الله حي، مدد يا سيدي ناير مدد، العن يا سيدي اللي مش بيردد ورايا. كفايه يا سندس الله يخرب بيتك. نجحت ان اخد من ايديها المايك واعتذرت للناس وقلت لهم معلش يا جماعه دماغها تعبانه وسكرت، كملوا رقص وشرب خمره، اسكروا ما تشغلوش بالكم. ورجعت الميكروفون للدي جي، شلت سندس ونزلتها من على المسرح وخرجت بيها بره الفيلا وحطيتها في العربيه. روحتها الفيلا وتعبت جدا، ريحتها على السرير وسبتها تنام، ورجعت تاني على الحفله بسرعه. الحفله خلصت والناس كانت بتخرج من الفيلا. استدعيت نصير وقلت له عملت ايه يا نص؟ قال لي هو متضايق. عملت لك اللي انت عايزه يا سيدي، بس اياك تجيب سيره لحد من الانس والجن باللي حصل، فاهم؟ قلت له نجاملك في الفالنتاين بتاعك يا نصير. ضحك وهو مستثقل دمي. رحت على حته مستخبيه وزررت اخر زرار في القميص علشان اشغل تعزيمه الغيلان واختفيت. دخلت الفيلا تاني من غير ما حد يشوفني ووصلت لاوضه نيلي. دخلت الاوضه بتاعتها ولقيت الواد نصه عامل الصح والزياده، ورد بلدي وشوكولاته ودباديب وعلب ميك اب، لدرجه انه حاطط دبدوب ضخم في نص الاوضه وخلاه يحضن بوكيه ورد كبير. اصل يا نصه عاش والله. حضرت نفسي للمفاجأة ووقفت قدام الدبدوب الكبير وفي ايد العلبة اللي فيها الخاتم الألماس. استنيتها تفتح الباب وتدخل، تتفاجئ لما تلاقيني في وشها. نسيت ان انا مخفي. حطيت ايدي على اخر زرار عشان افك واظهر. في نفس اللحظة اللي بتظهر فيها نيلي كانت بتفتح باب اوضتها وشافتني وانا بظهر. قالت لي وهي مصدومة ايه ده؟ البنت اللي كانت معاك ما كانتش هبلة، انت ساحر بجد، انت كنت مختفي صح؟ اتمسمرت في مكاني ومعرفتش اقول ايه. قلت لها نيلي انا وبعدين كنت ناوي اقول لك في الوقت المناسب، بس اصل جدي. لقيتها قفلت باب اوضتها وقالت لي وهي متحمسه ما تقلقش، سرك في بير، قولي احكي كل حاجه يا نور، والا والله هزعل منك. اتعلمت من نصير وما حكيتلهاش على كل حاجه. قلت لها بس ان جدي كان ساحر وان ده القميص بتاعه وان بيخفي اللي لابسه بس، وقلت لها على الجن الورث اللي معايا. كانت مبهوره جدا ومستغربه وسعيده في نفس الوقت من اللي بتسمعه. خلصت كلامي وقلت لها بس ده سر يا نيلي، اوعي تقوليه لحد مهما كان. قالت لي حبيبي طبعا انت بتقول ايه؟ سرك في بير، ان ما كنتش انا هحفظ سرك مين هيحفظه؟ بس انا زعلانه منك انك ما قلتليش من الاول وخبيت عليا. نيلي انا حطت ايديها على شفايفي وقالت لي انا مسامحاك يا نور. لفت بعينها في الاوضه وهي مبهوره وقالت ايه المفاجاه الجامده دي؟ هو كل السحرة رومانسيين كده؟ لا ما اظنش ان في ساحر بطيبه وسامة حبيبي نور. بصيت لها وانا مبتسم وقلت لها اهم حاجه المفاجاه عجبتك. قالت لي تحفه يا نور تحفه، انا محدش عمل لي كده قبل كده، انا اسعد واحده في الدنيا، بحب شاب وسيم ومثقف ومتفوق ورومانسي وفوق ده كله ساحر. انا مضطر احفظ سرك غصب عني عشان خاطر اخاف من الحسد. قلت لها طب يا رب هديتي كمان بقى تعجبك.
وفتحت العلبة ووريتها الخاتم. شهقت وقالت لي وهي مذهولة: ايه ده؟ شكلك سرقت محل مجوهرات بقميص الإخفاء بتاع جدك. لا طبعا، أنا ما بستخدمش السحر في الشر، ودي وصية جدي، أستعمل السحر في الخير بس. أكيد طبعا، أنا متأكدة من أخلاقك يا نور، أنا مهزر معاك. لبست الخاتم في صباعها وقالت وهي بتبص عليه في ايديها: ذوقك حلو قوي، ربنا يخليك ليا يا نور حياتي. ما كانتش عايزاني اروح، بس قلت لها اني لازم امشي عشان محدش يشوفنا في الاوضه مع بعض ويبقى شكلها وحش. اقتنعت وقالت لي: يلا وريني بقى بتختفي ازاي. وقفت ولفيت لفه كامله وانا بزرر اخر زرار في القميص، فاختفيت. لقيتها بتقول وهي بتبص حواليها: نور انت مشيت كده خلاص؟ قلت لها: انا خلاص ماشي اهو. ورحت ناحيه الباب، فشافت الاكره بتتفتح وباب اوضتها بينفتح وبيتقفل تاني. قالت: نور. ما سمعتش صوت. نادت عليا تاني: نور انت مشيت؟ ما سمعتش صوت برضه. فاتأكدت ان انا مشيت، بس الحقيقة ان كنت واقف وراها مستني اللحظة المناسبة عشان اعمل فيها مقلب واخضها. قبل ما اخضها فوجئت بيها بتفتح الموبايل وبتبعت رسالة على الواتساب. الرسالة كانت عبارة عن 4 كلمات بس صدمتني: تعالى الفيلا بتاعتي حالا. الرسالة كانت مبعوثة لطارق. الدنيا كانت بتلف بيا. للدرجة دي أنا مغفل؟ للدرجة دي أنا رخيص؟ أنا العبيط اللي اتلدغ من الجحر مرتين. الكلبة خانتني تاني. خرجت من أوضتها ومن الفيلا لعربيتي. استدعيت مصير وبعته مشوار. بعد نص ساعة وصل طارق الفيلا. قابلته نيلي في أوضتها. أول ما دخلوا الأوضة اندهش لما شافها بترمي دقيق في الهوا. قال لها هو مستغرب: بتعملي ايه يا نيلي وجايباني؟ بصت له وغمزت له فقطع كلامه. قالت له وهي بترش الدقيق في الهوا: طارق، ايه اللي رجعك تاني؟ انت نسيت حاجة ولا ايه؟ قال لها وهو بيجاريها في الكلام: نسيت مفاتيح الفيلا ورجعت اخدها. وقال بصوت واطي: هو في ايه؟ ما ردتش عليه وفضلت ترش دقيق في الأوضة كلها لحد ما اتأكدت إن مفيش حد في الأوضة غيرهم. قالت له: مش قلت لك نور الكلب ده وراه حاجة؟ الكلب طلع ساحر، انا شاكي طلع في محله من اول ما جه وداني مية بسكر وقال ايه متلازمة السمك. انا مش فاهم حاجه. لا بقول لك ايه، ركز معايا، انت بتقل في الشرب ولا ايه؟ فايق يا نيلي، بس فهميني بس، نور ساحر ازاي وعرفت منين؟ الكلب حكالي ان جده كان ساحر كبير وعنده جن، وتقريبا ورث الجن ده عن جده، وورث كمان قميص اخفى. انا برضه اللي متقل الشرب. قميص اخفاء ازاي يا نيلي؟ زي طريقه الاخفاء وكده؟ انت شاربه كوكتيل خمور صح؟ قالت له بعصبية: طارق مش وقت هزار، انا مش شاربه وفايقه جدا، وبقول لك اللي شفته بعيني. نور عنده قميص اخفى ودخل الاوضه وكان عايز يعمل لي مفاجاه بحبه بلالين ودبدوب زي المراهقين، بس انا شفته وهو بيظهر بعد ما كان مختفي. خدته على قد عقله لحد ما جرجرته في الكلام وعرفت كل حاجه، وطلبت منه يختفي تاني قدامي. قال لها كأنه افتكر حاجة: صح يا نيلي، يبقى لما سمعنا واحنا بنتكلم في الجامعه كان لابسه، مش كان واقف ورانا زي ما قالك. برافو عليك يا طارق. الحكايه كده بدات تبان، اكيد استخدمه كمان في موضوع الغش اللي طلع منه. الحيوان ده هو اللي سحرني وخلى ريحتي قذره، وجالي هنا بميه وسكر وقال لي انها من عطار صديق. اتاري ابن الكلب سحرني علشان ينتقم مني، وبعدها جالي في صوره العاشق المنقذ. طارق انا عايزه القميص ده باي تمن، فاهم؟ واجيبهولك ازاي بس يا نيلي؟ اتصرف يا طارق، ابعت حد يسرقه او بلطجيه يضربوا الكلب ده واخدوه منه. انا عايزه القميص ده باي تمن. انت عارف احنا ممكن نعمل ايه بالقميص ده؟ احنا ممكن نعمل حاجات كتير قوي يا طارق. القميص ده احنا الاحق بيه، مش المغفل ده. احنا ممكن يبقى معانا فلوس كتير قوي من ورا القميص ده. الاهبل بيقول انه بيستخدم السحر في الخير بس ما يعرفش ان في ايده كنز، خساره فيه وفي اهله. طارق قال لها: ماشي يا نيلي، هشوف واقولك. قالت له بعصبية: بطل البرود اللي انت فيه ده، بقول لك ايه، القميص ده يبقى عندي بكره، فاهم؟ هدي نفسك بس يا نيلي، هجيبهولك، هبعت ناس يضربوه، بس لو مات بقى يبقى ذنبه في رقبتك. قالت له: يموت ولا يغور في داهيه، انا عايزه القميص. وبعدين ذنب ايه اللي بتتكلم عنه؟ ايه يا طارق، ده احنا دافنينه سوا من يومين. قال لها وهو رايح على باب الأوضة: بكره يحلها الف حلال، نامي انت دلوقتي، انت مطبقه من امبارح. قالت له: مش هنام الا لما القميص ده يبقى معايا. فتح باب الأوضة وقال لها: هكلمك بكره يا نيلي. لسه هيقفل باب الأوضة وهيمشي، نيلي ندهت عليه تاني. رجع تاني وقال لها: ايه تاني؟ طارق يبقى خلي بالك، اليومين دول الدنيا مقلوبه في الجامعه على البت رشا، والبوليس كان بيسال الطلبه اليومين دول عليها. خد بالك عشان لو سالوك ولا حاجه، وبطل شرب اليومين دول، عايزاك مركز ما توديناش في داهيه. هز راسه بالموافقة. فقالت له: انت دفنت البتاع في حته مقطوعه زي ما اتفقنا؟ بتاع ايه؟ التمثال النحاس يا طارق. افتكرت التمثال، ما انت سحلاني في كذا حوار يا نيلي. دفنته في حته مقطوعه، ما تقلقيش. قالت له: خد بالك بقى يا حبيبي الفتره الجايه. قال لها: على الله. وخد نفسه ومشي. اللي ما تعرفوش نيلي ان انا اللي كنت معاها مش طارق. طارق ما راحش عندها الفيلا اصلا. انا بعت نصير والرجاله يشتغلوه، وعملت تعزيمه الغيلان اللي في القميص وحولت شكل لطارق. اتصدمت من اللي قالته نيلي. كمان طلعت متورطه في اختفاء رشا، وواضح من الكلام ان هي وطارق عملوا فيها حاجه. يا كلاب يا مجرمين. عرفت ان الحب عماني وخلاني ما اشوفش حقيقه نيلي الحقيره. رحت الفيلا وانا مخنوق ومش طايق نفسي. دخلت من باب الفيلا لقيت سندس قاعده مستنياني على الكنبه اللي في الريسبشن، واول ما شافتني بفتح الباب جريت عليا وهي بتتاسف وقالت لي:
حقك عليا يا سيدي، والله ما اعرف حصل ايه. انا كنت عطشانه ولقيت ازازه ميه شربتها ولقيت نفسي. خلاص يا سندس، حصل خير. ابدا، شكلك لسه زعلان مني. حقك عليا يا سيدي، سامحني يا سيدي. ما ردتش عليها وطلعت اوضتي ورزعت الباب ورايا. نيل عندها حق، انا عيل مراهق وكلب عشان مشيت وراها وسامحتها بعد ما خانتني. حاولت اهدي نفسي وحولت تفكيري كله في البنت اللي اهلها قلبين عليها الدنيا، وقررت افضل ورا الموضوع لحد ما اكتشف الجريمه اللي عملها الكلاب دول. استدعيت نصير وحكيت له على كل اللي حصل، فنصحني اول حاجه اخبي القميص. خبيت القميص بس بعد ما عملت فيه تعديل بسيط للاحتياط برضه عشان لو حصل حاجه ووصلوا للقميص. قعدت مع نصير عشان نشوف هنعمل ايه. قال لي انت عايز ايه بالظبط يا عم نور؟ كل اللي حصل يا نصير، عايز اعرف كل حاجه. سكت شويه وقال لي انا هروح اعمل مشوار وهجيلك تاني. هتعمل ايه وهتروح فين؟ هتعرف لما اجي يا نينو. اتقل، انا هاجي لما اخلص. وبعدها اختفى وفضل طول النهار مختفي. كنت قاعد مش على بعضي والفضول كان هيقتلني. مرضتش استدعيه زي ما قال لي وفضلت مستنيه لحد ما جه. قلت له انا ملهوف، عملت ايه وايه اللي اخرك كده؟ قال لي لفيت على قرنائهم، مش فاهم حاجه. سألت قرين نيلي على اللي حصل وسألت قرين طارق على اللي حصل. ها، وعرفت ايه؟ عرفت يا سيدي. طب ما تيجي نشوف احسن. هات ايدك يا نينو. بصيت له باستغراب فقال لي هات ايدك يا نينو، هديها لك تاني ما تخافش. مسك ايدي وقال لي غمض عينيك يا نينو علشان بضعف قدامهم. غمضت عيني وحسيت برياح شديده في الاوضه. الشبابيك فضلت ترزع. فتحت عيني لقيت السرير والدولاب اترفعوا في الهواء وحاجه زي اعصار بتقرب علينا انا ونصير. نصير قال لي بصوت عالي غمض عينيك يا نينو، غمض عينيك وامسك في ايدي جامد. غمضت عيني وحسيت بالاعصار دخل فينا ورفعنا من على الارض وفضل يلف بينا كتير. بعدها الدنيا هديت. حسيت برجلي بتلمس الارض تاني شويه وسمعت صوت نصير بيغني وبيقول اصحى فتح عينيك. اصل بحب الاغنيه دي قوي يا نينو. افتح عينيك يا نينو، وصلنا بالسلامه. فتحت عيني لقيتنا في الفيلا بتاعت طارق وشفته قدامي عريان وبيقوم من على السرير. بصيت على السرير لقيت رشا نايمه فوقيه وباين ان رشا كانت غايبه عن الوعي. طارق لبس هدومه وراح على البار، صب كاس خمره وولع سيجاره. رفع كاس الخمره وهو بيبص على رشا اللي لسه بتفوق. رشا اول ما فاقت مسكت راسها من الصداع وقعدت فتره تستوعب. بصت على نفسها لقت هدومها مفتوحه. قالت له هي مصدومه ايه ده؟ انت عملت فيها ايه؟ اخد بق من كاس الخمره وقال لها وهو بيضحك عملت الصح يا رشا، عملت زي ما اي راجل وست بيعملوا مع بعض. هجمت عليه وشتمته، زقها برجله ببطنها فوقعت على الارض. قال لها انت هتستعبطي يا امك؟ انت اللي جيت الفيلا ولا صدقت اننا هنقعد باحترامنا؟ هو في راجل وست بيقعدوا لوحدهم باحترامهم؟ انت اللي جيت يا رشا لحد عندي. صرخت وهي على الارض وشتمته بالفاظ كتيره. قامت من على الارض تاني وحاولت تهجم عليه فضربها بالبوكس في وشها. وقعت على الارض وجرجرها من شعرها وهو بيقول بره يا بنت الكلب من هنا غوري. كانت بتصوت وبتصرخ وبتشتمه وقالت له انها هتفضحه وانها مش هتسكت وهتبلغ البوليس. حاولت تعضه من ايده بس فشلت، فمسكت في ترابيزه فوقيها تمثال نحاس. الترابيزه اتقلبت ووقع التمثال على رجل طارق ومسك رجله اللي وقع عليها التمثال وهو بيصرخ وبيسب وبيلعن في رشا. رشا انتهزت الفرصه ومسكت التمثال وحاولت تضرب بيه طارق. طارق تفادى الضربه وخد من ايدها التمثال وقال لها غوري بقى، ده انت عيله بنت كلب. وضربها بالتمثال النحاس على راسها. راسها جابت دم كتير قبل ما تقع على الارض وتفرفر. طارق اتصدم من اللي حصل ورمى التمثال من ايده. نزل وحط ودنه على صدرها لقاها قطع النفس. حط ايده على راسه ورجع لورا. جرى على البار وصب كاس تاني وايده بتترعش. رفع الكاس كله على بق واحد. كان متوتر جدا ومحتاس وكان بيبص على جثه رشا ومش عارف يعمل ايه. طلع تليفونه واتصل على حد وقال نيلي تعالي حالا الفيلا، انا في مصيبه. تعالي يا نيلي، مش هعرف اتكلم في التليفون، بسرعه يا نيلي. شويه ونيلي جت دخلت الفيلا وهي ملهوفه ولسه هتساله في ايه يا طارق. عينيها وقعت على جثه رشا وبصت على جثه رشا وقالت له تاني يا طارق؟ ما لقيتش غير رشا الفلاحه؟ ذوقك زباله. قال لها وهو مرعوب اعمل ايه يا نيلي دلوقتي؟ ما كنتش قصدي اقتلها، هي اللي عصلجت معايا. قطع كلامه لما سمع صوت أنين رشا. رشا لسه عايشة. قال لها الحقي يا نيلي، دي لسه عايشه الحمد لله. نيلي قالت له الحمد لله على ايه؟ دي مصيبه. البت دي لو طلعت من هنا عايشه هتتسجن طول عمرك ومش بعيد يعدموك. ده اغتصاب وشروع في قتل يا طارق. طارق راح على البار ومسك إزازة الخمرة وفضل يقربع منها. نيلي خدتها من إيده وقالت له بقول لك ايه، سيب البتاعه دي دلوقتي وركز معايا، عايزين نشوف هنعمل ايه في المصيبه دي. رشا كانت بتئن. نيلي راحت عند رشا وقالت لطارق تعالى هنا شيل معايا، هندفنها في اي حته. هندفنها حيه؟ احسن ما تدفن انت بالحياه في السجن او تاخد اعدام. اخلص يا طارق ما تضيعش وقت بدل ما نلاقي حد فوق راسنا. شالوا مع بعض رشا اللي بتئن
وحطوها في العربية. الإعصار رجع تاني وخدنا أنا ونصير وودانا حتة تانية. شفتهم واقفين بعربياتهم في وسط الصحراء، حفروا حفرة ورموها فيها وردموا عليها وهي حية. كل واحد ركب عربيته. نيلي لفت بعربيتها وقالت لطارق قبل ما تمشي: اوعى تنسى التمثال اللي ضربتها بيه، اتخلص منه ادفنه في اي حته بعيد عن هنا عشان لو لقوا الجثه ما يلاقوش سلاح الجريمه، فاهم يا طارق؟ هز راسه وقال لها قبل ما تمشي: نيلي اوعي تكوني زعلانه علشان لقيتيها معايا. قالت له وهي بتضحك: من امتى وانا بيفرق معايا الكلام ده يا طارق؟ انا ست عمليه وعارفه ان الرجاله عينهم فارغه، وبعدين يا رؤى انت عارف ايه اللي يفرق معايا؟ عارف يا نيلي، اللي يفرق معاكي اني ما اتجوزش حد غيرك علشان ثروه جدنا ما تطلعش بره. قالت له: بالظبط يا ابن عمي. الإعصار جه خدنا ورجعنا تاني لأوضتي اللي في الفيلا. كنت مذهول ومصدوم وغضبان وحزين على رشا. نصير قال لي: الكلام عليا نينو انتقام وكده، اصل بحب الحاجات دي قوي. جدك عايشنا قبل كده فتره كلها شغل، ما كناش ملاحقين على اهل الناجع اللي نفخناهم. بص بقى يا نينو، انا عندي افكار كرييتيف اكتر من جدك. فكك من شغل الفيران وتفاحه الجن والكلام ده. عندي جني هنا هيموت ويركب بني ادم ومش فارقه معاه راجل ولا ست. قطعت كلامه وقلت له: لا يا نصير، انا مش هستخدم السحر في اذيه الناس تاني حتى لو كانوا يستاهلوا. انت هتبعت حنوش يتجسد للبوليس ويروح يعرفهم مكان جثه رشا والتمثال، وهم هياخدوا عقابهم اللي يستاهلوه. انا هحقق العداله مش الانتقام. قال لي وهو زعلان: يا اخي ضيعت علينا المتعه، بس قشطه برضه اللي تشوفه. هبعت حنوش فجاه صوت نصير اختفى. ناديت عليه ما ردش. حاولت استدعيه بالتعزيمه بس ما جاش برضه. وسمعت صوت دوشه كبيره، صوت ضرب نار تحت الفيلا. بصيت من البلكونه لقيت طارق ومعاه بلطجيه شايلين سلاح بيضربوا نار على باب الفيلا علشان يفتحوه. طلعت جري من الاوضه، لقيت سندس بتجري عليا وهي خايفه. قلت لها: استخبى في اوضتك واقفلي على نفسك وما تخرجيش، ولو عرفت تنط من الشباك نطي، فاهمه؟ قلت لها وانا بزقها: خش يا سندس اوضتك مش وقته هتموتي. مسكت في هدومي وقالت لي. خدتها ورا ظهري لما لقيت طارق والبلطجيه اللي معاه وصلوا عندنا. البلطجيه جريوا علينا، حاولت اقاومهم ونجحت ان اضرب واحد منهم، بس اتكتروا عليا وفضلوا يضربوني انا وسندس، وفي منهم اللي كان معاه صواعق كهرباء. فضلوا يكهربونا لحد ما اغمى علينا. صحيت على جردل ميه بيترمي على وشي. فتحت عيني لقيتني مربوط في كرسي وجنبي سندس، ووشها كله كان متخرشم، وحوالينا البلطجيه وطارق. حاولت اقوم من مكاني واصرخ بس بقي كان متكمم. غمضت عيني وحاولت اردد تعزيمه استدعاء نصير في سري بس ما كانش بيحضر. سمعت صوت طارق بيقول: مش هتعرف تستعين بالجن بتاعك، اصلنا برضو نعرف سحرة. وشاور على واحد شكله كان مختلف عن شكل البلطجيه، وكمل كلامه وقال: اعرفك بالشيخ السمري، ساحر زيك وهو اللي فصل عنك الجن بتوعك. ودلوقتي نخش في الجد. قرب على سندس وطلع سكينه وحطها على رقبتها وقال: ايه هتقول لنا على مكان القميص ولا اذبحها واديلك راسها؟ وبالفعل بدأ يمشي بالسكينه على رقبتها. اتنططت وانا مربوط وفضلت اصرخ بس بقي كان متكمل. طارق حط ايده على ودنه وقال: ايه يا نور، بتقول حاجه ها؟ وشاور لواحد من البلطجيه وقال له: شيل اللزقه من على بقك. البلطجي شد اللزقه من على بقي. فقلت لطارق: هقول لك على مكان القميص بس سيبها، هي ملهاش دعوه بحاجه، مشكلتك معايا انا. للدرجه دي خايف عليها؟ اوعى تكون بتحبها، نيلي تزعل منك خالص. طارق قال وهو بيبص في ساعته: اخلص، فين القميص؟ مش هقولك على مكانه الا لما تفكها وتمشيها الاول. حط السكينه على رقبتها وقال: يبقى اذبحها لك دلوقتي على طول احسن. الصراحه البت خساره في الذبح، بس اعمل لك ايه، انت اللي معاصلك كده كده هتقول على مكانه غصب عنك. وبدا يذبح سندس بجد. وقف وقف، القميص تحت الترابيزه اللي قدامك. هتشيل الترابيزه وترفع السجاده اللي تحتها، هتلاقي بلاط مخلوع، شيله هتلاقي القميص تحت. طارق شاور للبلطجيه اللي معاه فشالوا الترابيزه رموها ورفعوا السجاده وشالوا البلاط المخلوع وطلعوا القميص. طارق جري عليهم وخطف من ايديهم القميص وبصله وهو مبهور من شكله. لبس القميص وزرر كل الزراير بتاعته. خرجت من عند نيلي بعد ما شفتها بتخني وبتبعت رسالة لطارق عشان يجي لها الفيلا حالا. دخلت العربية واستدعيت نصير. أول ما حضر قال: ايه ريحه السمك دي يا نينو؟ مش قلت لك يا عم خلي سندس تخف اكل في العربيه وكمان سمك؟ انت مش عارف ان احنا ما بنطقهوش؟ قلت له بزهق: مش وقته يا نصير، عايزك في حوار مهم. خير يا نينو؟ نيلي بتخني تاني يا نصير، وحكيت له على كل اللي حصل. قال لي وهو متأثر: منكم يا بني ادمين بتخونوا بعض وبتاكلوا سمك في العربيه. مش ناقصاك يا نصير، ركز معايا، انا لازم اعرف هتقول له ايه، علشان كده انا اللي هقابل نيلي مش طارق. هعمل تعزيمه الغيلان اللي في القميص واغير شكل لطارق. طب وطارق مش انت بتقول هيجي لها كمان شويه؟ لو وصل الفيلا وانت عندها هتتقفش. ما انت هتروح تشتغل طارق. اشتغل رعب يعني؟ اوهم انك بتقطع رقبته وكده؟ لا طبعا، هيبان ان سحرته.
ونيلي هتعرف انها ما قابلتش طارق الحقيقي لما يكلمها او يروح لها بعد كده. امال هنشتغلوا ازاي يا نينو؟ هتوهمه انه طلع بعربيته عادي ووصل الفيلا لنيلي، وقالت له نفس الكلام اللي هتقوله لي لما ادخل عليها كمان شويه، على ان هو انا عايز اعرف هي هتقول له ايه من غير ما الاتنين ما ياخدوا بالهم ان في حاجه غلط. فهمت؟ فهمتك يا نينو. قابلت نيلي كأني طارق، ونصير اشتغل طارق واوهمه ان قابل نيلي، وانها قالت له نفس الكلام اللي قالته لي بالظبط. طلعت من عند نيلي وانا مخنوق ومش طايق نفسي. بعد ما هديت استدعيت نصير ونصحني اخبي القميص. خبيت القميص بس بعد ما شلت اخر زرار في القميص علشان اعطل تعزيمة الاخفاء. طارق لبس القميص وزرر كل زرايره ما عدا الزرار الاخير اللي شلته، وقال للساحر والبلطجيه اللي معاه ها اختفيت؟ فقالوا له بصوت واحد لا. طارق سكت شويه كانه بيفكر وبص لي وقال افتكرت نيلي قالت لي انك لفيت لفه كامله وبعدين اختفيت. اصل نيلي ما بتخبيش عني حاجه خالص، واخد بالك يا بتاع انت؟ لف لفه كامله بالقميص وقال لهم ها اختفيت؟ قالوا له بصوت واحد لا يا باشا لسه ظاهر. فقلت له نيلي شافتني وانا بلف، بس ما تعرفش اني لازم افكر في حاجه معينه وانا بلف علشان اختفي. قرب السكينه على رقبه سندس تاني وقال لي حاجة ايه اللي بتفكر فيها وانت بتلف؟ قول، والا المره دي هديك رقبتها فعلا. قلت له بلهفه خلاص هقولك. جدي اكبر الجن بتوعه يعملوا له القميص ده، وكان بيعذبهم بالعزايم وهم بيعملوه، وكمان اكبرهم ياكلوا اكتر اكله بيكرهوها. علشان كده لازم وانت بتلف تفكر في اكتر اكله بيكرهها الجن علشان تعزيمه الاخفاء تشتغل. قال لي بنفس صب اخلص، ايه الاكله؟ قلت له اسال الساحر بتاعك اللي انت جايبه، هو هيقولك اكتر اكله بيكرهها الجن. طارق بص للساحر فالساحر قال له الجن بيكره عسل النحل والسمك. واخلص يا طارق باشا علشان الجن اللي معاه اقوى من الجن اللي معايا، ومش هقدر احجبهم اكتر من كده. طارق مشي بالسكين على رقبه سندس فبدات تجيب دم وقال لي قول بسرعه، افكر في ايه وانا بلف؟ العسل ولا السمك؟ قلت له بلهفه السمك ابوس ايدك شيل السكينه من على رقبتها. شال السكينه من على رقبه سندس اللي انجرح. وقف طارق وخد نفس عميق ولف لفه كامله وهو بيفكر في السمك. فجاه اتحول لسمكه كبيره في حجم جسمه، ايده اتحولت لزعانف، وجلده بقى قشر سمك، رجله بقت ديل سمكه، وراسه اتحولت راس سمكه، وطلع له خياشيم. فضل يتلوى وهو بيتخنق لحد ما طارق السمكه قطع النفس زي ما السمكه ما بتخرج من الميه. الساحر اللي كان مع طارق امن على الارض وقرب من السمكه الكبيره وقلع طارق السمكه القميص، وقرب عليا وانا على الارض وقال سحر الغيلان. صح، القميص ده مش بيخفي بس، القميص ده بيعمل حاجات تانية هعرفها من قرينك لما اخدك معايا واخبرك، علشان الجن بتوعي مشغولين مع الجن بتوعك دلوقتي. وقال للبلطجيه خلصوا على البيت وهاتوا الواد معاه. قطع كلامه جرس الباب اللي بيرن، فقال لواحد من البلطجيه اجري بسرعه شوف مين اللي على الباب. البلطجي فضل واقف، فالساحر شخط فيه وقال له بسرعه يا غبي، الباب مكسور، بسرعه قبل ما يفتح الباب ويدخل. البلطجي راح عند الباب وبص من العين السحريه وقال مين بره على الباب؟ فسمعنا صوت واحد بيقول شركة فاست للشحن والتوصيل يا فندم، معايا طرد الأستاذ نور. البلطجي قال له الاستاذ نور مش موجود، تعالى يوم تاني. المندوب قال له مش هينفع أرجع بالأوردر تاني، أي حد يستلمه خلاص. البلطجي قال طب حطه جنب الباب واتكل على الله انت. فالمندوب قال له آسف يا فندم، بس لازم حد يمضي لي بالاستلام. البلطجي قال له بنفس صب يوه ده انت غيتت قوي. وفتح الباب علشان ياخد منه الطرد. فجأة لقينا البلطجي بيرجع لورا وهو بيقول قفعه كبيره، ووقع على الارض وفضل يرجع لورا. المندوب دخل من الباب. حنوش اول ما دخل من الباب والبلطجيه شافوه، البلطجيه كلهم خافوا ورجعوا ورا. في منهم اللي وقع على الارض وهو خايف، ومنهم اللي طلع يجري بعيد عن الفيلا. سمعت واحد منهم قال وهو بيبص على حنوش ديب كبير. وواحد تاني قال شاكر والله ما خنتك مع مراتك، انت فاهم غلط. بصيت على الساحر لقيته بيبص على حنوش وهو بيقول شنعان الجن ازاي؟ انا حرقتك قبل كده. قرب حنوش منه فالساحر اترعب ووقع على الارض. حنوش مد ايده وخد منه القميص وقال له بخ. الساحر خد نفسه وطلع يجري بعيد عن الفيلا مع باقي البلطجيه اللي كانوا واقعين على الارض. قرب عليا حنوش وفكني، واول ما فكني جريت على سندس علشان افكها، وانا بقول له بسرعه يا حنوش هات قطن وشاش مطهر. شلت اللزقه من على بقها وفكيت الحبال اللي ربطها في الكرسي. حنوش جاب القطن والشاش والمطهر، رفعت راسها وبصيت على الجرح اللي في رقبتها. الجرح سطحي بس بيجيب دم. طهرته ولفيت رقبتها بالقطن والشاش وشلتها وطلعت بيها على الاوضه، وحنوش ورايا. ريحتها على السرير. حنوش قال لي هو مفيش شكرا ولا ايه؟ مش كفايه استحملت ريحه زفاره السمك اللي تحت وجيت؟ طب حتى قول لي رايك في الخدعه اللي عملتها، شجعني. ابتسمت وقلت له مش عارف اقول لك ايه يا حنوش، كتر خيرك. ايه بقى الخدعه وليه كلهم جريوا لما شافوك؟
لا انا عاجبك قوي، وزي ما بقدر اخلي البني ادمين يشوفوني اكتر حد بيشتهوه، اقدر اخليهم يشوفوني اكتر حاجه بيخافوا منها. انا بس ما رضيتش اشغلها عليك انت والدرويشه بتاعتك علشان فيكم اللي مكفيكم، بس انا الصراحه هموت واعرف انت بتخاف من ايه. عليا الطلاق من قبل ما اتجوز، انت برنس صايع يا حنوش. وطبعا نصير بعتك عشان انت مش في خدمتي. ايوه صح، هو فين نصير؟ جاي كمان شويه، هيأدب الجن اللي كانوا حاجبينه عنك وهيرجع على طول، هيعلم عليهم علشان ما يعملوش كده تاني. اصلي قول لي صح، انت رحت بلغت البوليس؟ نصير قال لي اروح ابلغ، بس لما حصل اللي حصل لغى المشوار وبعتني ليه. كويس، اصبر شويه بقى. نصير حضر وما كانش طايق ريحه طارق السمك، اطمن عليا وقال لي هتعمل ايه دلوقتي؟ هنبلغ علشان اهل البت اللي قلبين عليها الدنيا، بس كده احتمال كبير قوي نيلي تطلع منها. هتطلع منها ازاي؟ بصيت على السمكه الكبيره وقلت له طارق بس اللي هيلبسها، بصماته على التمثال، ولو حللوا جثه رشا هيعرفوا انه اغتصبها، انما نيلي هتطلع منها لان التمثال ما عليهوش بصماتها. يعني هتعمل ايه في الاخر؟ هتسيبها؟ على جثتها اسيبها، انا هخليها هي اللي تعاقب نفسها. بصيت على حنوش وقلت له انا عايزك في طلعه كمان. قال لي طلعت ايه؟ هتروح لنيلي على انك طارق. حنوش راح لنيلي على هيئه طارق وفي ايده القميص. اول ما شافته خطفت من ايده القميص وبصت له وهي مبهوره وقالت لحنوش برافو يا طارق، جبته ازاي؟ قال لها اجرت ساحر بالبلطجيه بتوعه، ورحنا على فيلة نور وذبحت البنت سندس قدام عينه، فخاف وقال لي على مكان القميص، وكمان قال لي اشغله ازاي قبل ما اذبحه هو كمان. قلبك بقى جامد قوي يا طارق. شكلك هتبقى سفاح العيله. وقامت ولبست القميص ووقفت قدام المرايه وزررت كل الزراير ما عدا اخر زرار، ولفت لفه كامله وهي مغمضه عينيها وقالت له ها اختفيت؟ ما ردش عليها، ففتحت عينيها لقت نفسها لسه ظاهره في المرايه. ضحك طارق وقال لها اصل كنت بفكر زيك كده، اول ما لف اختفي على طول، اتاري جد الواد نور عامل للقميص باسورد. قالت له باستغراب باسورد ازاي؟ هو مش باسورد معين. قالت له بنفاذ صب اخلص يا طارق وبطل برود، باسورد ايه؟ قال لها اهدي طيب، مستعجله على ايه؟ قالت له وهي بتزعق فيه يوه اخلص يا طارق، بيخفي ازاي؟ بص يا ستي، القميص بيخفي لما تلف لفه كامله وانت بتفكر في اكتر حيوان بتكرهه. قالت له مش فاهمه. يعني لازم تفكري في اكتر حيوان بتكرهيه وانت بتلف القميص. انا فكرت في الخنزير ولفيت فاختفيت، فاهمه؟ قالت له فهمت، بس انا بكره تقريبا كل الحيوانات. لا يا نيلي، لازم تفكري في اكتر حيوان بتكرهيه فعلا. قالت له وهي بتفكر انا بكره الصراصير. لا الصراصير مش حيوان، ده حشرة. ايوه. انا بكره القطط والكلاب. لا انا بكره التعابين. مش عارفه يا طارق انا بكره ايه بالظبط. قال لها ركزي يا نيلي، ولو مش عارفه خلاص سيبهولي، انا كده كده بقيت اعرف اختفي بيه. ومد ايده علشان ياخده منها، فشدته من ايده وقالت له انسى يا طارق، سيبني شويه بس افكر، اصبر. فضلت تفكر في اكتر حيوان بتكرهه، وبعدها فطت من مكانها وقالت عرفت اكتر حيوان بكرهه. ايوه افتكرت، وانا صغيره في حديقه الحيوان في قرد هجم عليا وهو في القفص وخضني جامد. تقريبا انا بكره القرود قوي وبكره شكلهم الوحش. متاكده يا نيلي؟ قالت له متاكده جدا، انا بكره القرود اكتر من القطط والكلاب. يبقى تلفي لفه كامله وانت بتفكري في القرد اللي هجم عليكي في حديقه الحيوان. ماشي. وقفت قدام المرايه وغمضت عينيها ولفت بالقميص وهي بتفكر في القرد، وبعدها سألت حنوش ايه خلاص اختفيت؟ قبل ما تفتح عينيها كان حنوش مقلعها القميص بسرعه. بصت وراها لقت طارق اختفى. بصت على نفسها في المرايه وصرخت بصوت عالي لما شافت في المرايه قرد، وصرختها طلعت صوت قرد. نيلي بقت قرد، وطارق بعته المحل سمك وزمانهم دلوقتي عاملينه فيليه. وحنوش اتجسد للبوليس وراح دلهم على مكان جثة رشا. ربنا يصبر اهلها، كانوا منهارين جدا، والتحقيقات بينت تورط طارق ونيلي في الجريمه بعد ما فرغوا الكاميرات اللي حوالين الفيلا وشافوهم وهم بيشيلوها وبيحطوها في العربيه، ولحد دلوقتي مش لاقيين طارق او حتى نيلي. خلصت السنة واتخرجت بامتياز ورجعت قرية النيارين وانا في ايدي سندس مراتي. كالعادة البلد كلها اتلمت عليا وكانوا بيبصوا على سندس وبيشبهوا عليها، اغلبيتهم ما خدوش بالهم انها سندس. خدتها ورحت المعتز باشا بعد ما قررت انه يكون اول واحد اعزمه على فرحي. اول ما رحت له الفيلا استقبلني استقبال حار وقال لي غريبة جدا، ايه اللي رجعك البلد تاني؟ قلت له ما انا اكتشفت ان حضرتك عندك حق وقررت اجي استقر في البلد. قال لي باستغراب طب والهندسة والبعثة؟ لا ما هو خدوا واحد تاني كان عامل ورقة بحثية عن تطوير موجات الميكروويف. كوسة يعني، البعثة اتكوست؟ لا طبعا يا معتز باشا، هم اخدوه علشان اهميه بحثه مش علشان هو ابن رئيس الجامعه ولا حاجه. طب يا ابني ما بلدك اولى بالاختراع ده. لا مؤاخذه يا باشا، بلاش الكلام ده والنبي، بلدك اولى بيك وتعالى وانا اوديك. انت عارف اخرتها ايه؟ الورقه البحثيه هتترمي في الدرج زي كتير من الابحاث والاختراعات اللي اتدفنت، وده طبعا علشان ضعف الامكانيات والتكلفه.
مش انت بتقول ان تكلفة الجهاز صغيرة؟ بس برضه محتاج اعمل مصنع وادرب ناس تعمل خط انتاج، غير ان ده بحث ومحتاج يتطور، ده غير ان محتاج مهندسين شاطرين ومحترمين علشان محدش منهم يسرق الفكره. بالنسبة للمصنع فانت عندك ارض جدا، ابني عليها مصنعك وانا هدعمك بالفلوس واستثمر في الفكرة. وبالنسبة للمهندسين فانا ممكن اوفرهم لك لو حابب. سكت شويه وقال لي ولا اقول لك انت مش محتاج مهندسين اصلا، انا قريت في مذكرات جدك انه استعان بالجن علشان يبنوا معاه بيته. ما تخلي نصير واللي معاه يساعدوه، على الاقل هتضمن ان محدش يسرق الفكره ويروح ينفذها. سمعت صوت نصير في ودني بيقول اوعى تسمع كلامه يا نينو، ده راجل كبير في السن وبيخرف. على جثتي يا نور ان اشتغل في الكهرباء، ولو هتكهربني لحد ما اموت. قلت المعتز باشا فكره جامده جدا يا باشا والله انا موافق. قال لي وهو متحمس وانا هبعت اجيب مهندس معماري يصمم مخطط للمصنع علشان نبدا بنايه في اقرب وقت. حيلك يا باشا، انا اصلا جاي علشان اعزمك على فرحي. بص على سندس وقال لي شفت خدتني في دوكه ونسيتني اسلم على الانسه اللي معاك. مد ايده وقال لها اهلا وسهلا، شرفت القريه والفيلا. فهزت راسها. غمز لي وقال لي وهو مبتسم العروسه ها؟ قلت له سندس. رجع لورا وبص تاني على سندس وقال لي وهو مستغرب هي دي سندس اللي... قلت له وانا بهز راسي ايوه يا باشا سندس الدرويشه بتاعتي. كتبت كتابي عليها قدام اهل القريه، وكان فرح اتحاكى بيه اهل النجوع اللي حوالينا كلهم. عملوا مسرح كبير فوق المنصه وافراع النور كانت لحد اخر القريه. حنوش احيا الفرح وبدع على خشبه المسرح. عمل عمرو دياب وتامر حسني وأصالة وأنغام، وختم الفرح بدينا الرقاصة. خلصنا الفرح ورحنا على الكهف. حفيد غداف كان مستنينا فوق الكهف وهز راسه لما شافني كأنه بيقول لي ألف مبروك. فقلت له عقبالك. دخلت الكهف واللي روقه نصير وخلاه ولا الفور سيزون. وفي يوم قعدت مع نصير جنب الكهف وناديت على حفيد غداف، فجه وقف على ايدي. نصير بصلي باستغراب وقال ديجافو. قلت له يعني ايه؟ دي حالة بتيجي للبني آدم بيحس إنه شاف مشهد معين قبل كده، معرفش إنها بتيجي للجن كمان. نفس المشهد ده حصل من 100 سنة، جدك كان قاعد جنبي زي ما أنت قاعد كده، وجه غداف ووقف على دراعه، كنت ساعتها بغزل القميص. مذكرات جدي انا نسيتها خالص. سبت وجريت على الكهف ودورت في الدولاب على مذكرات لحد ما لقيتها. قرفصت على السرير فلقيت سندس في ايديها طبق ترمس وبتقول لي بتقرا ايه يا سيدي؟ قلت لها بقرا مذكرات جدي يا سندس. نطت قعدت جنبي على السرير وقالت لي وهي بتقزقز في الترمس لا يبقى اقعد معاك بقى وانت بتقرا. اقرا يا سيدي وسمعني معاك. حطت راسها على رجلي فحركت صوابعي بين خصل شعرها وانا بقرا مذكرات جدي بصوت عالي وبقول قصتي بدأت من 17 سنة لما قامت النار في بيتنا فجأة وكلت البيت كله